اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف، استشاري طب اطفال، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع موجود في كل بيت تقريبا، بس قليل قوي اللي بياخد باله منه، وهو ادويه الاطفال. انا هنا طبعا مش بتكلم على الادويه الخطيره او النادره، ولكن بتكلم على الادويه اللي بنستخدمها يوميا وبنفتكر انها امنه، لكن احيانا طريقه الاستخدام نفسها هي اللي بتعمل المشكله. تعالوا نفهم بهدوء فين الغلط وايه اللي دايما ما يبقاش صح رغم انه يبان انه حاجه كويسه. خلينا نبدأ بأهم فكرة في الحلقة كلها، وهي إن أدوية الأطفال خطرها مش في وجودها، ولكن خطرها في سوء استخدامها، في جرعة زيادة، في توقيت غلط، دواء مش في مكانه، أو توقعات غير واقعية من الأهل عن الدواء. كل ده ممكن يخلي العلاج يتحول من مساعدة لمشكلة. نبدأ بأكتر دواء مستخدم في بيوت الأطفال، وهو خافضات الحرارة. هنا الغلط مش في الدواء نفسه. الباراسيتامول والايبوبروفين دي ادويه ممتازه جدا وامنه، لكن لو استخدمت صح. الاخطاء الشائعه ان الحراره مثلا لازم تنزل عن 37، او ان الجرعه تتكرر بدري، او نخلط دوايين مع بعض بدون داعي طبي، او ندي الدواء لمجرد ان الطفل سخن شويه. الحراره هنا مش عدو، الحراره هي علامه ان جسم الطفل شغال. والدواء، الناس اللي شافت حلقه بقى خوافض الحراره، هدفه هو راحه الطفل مش الرقم اللي على الترمومتر. وده ياخدنا لفئة أدوية تانية بتتظلم جدا مرتبطة بأدوية الحرارة، وهي أدوية الكحة. ليه كتير منها ملوش لازمة؟ أدوية الكحة من أكتر الحاجات اللي أهلي بيطلبوها مني أنا شخصيا في العيادة، لكن الحقيقة إن معظم كحة الأطفال فيروسية، وأدوية الكحة ولا بتعالج السبب ولا بتأثر مدة المرض، لا دي كمان ساعات بتعمل نعاس أو تهيج في الصدر. الكحة هي عرض مش مرض. احيانا شرب سوائل هواء نظيف وقت نديه للطفل لحد ما الكحه تروح احسن من اي ازازه دواء. ولو في سبب للكحه زي حساسيه الصدر مثلا، نستخدم موسعات شعب، او التهاب في الصدر بكتيري بنستخدم مضاد حيوي. انما دواء الكحه نفسه مش هو اللي هيساعد الكحه انها تروح. وده ياخدنا للموضوع الحساس جدا، وهو المضادات الحيويه. هنا الغلط مش في المضاد الحيوي ده، الغلط في التوقيت بتاع المضاد الحيوي او الداعي بتاعه. يعني المضاد الحيوي هو دواء مهم جدا وبينقذ حياه ناس كتير لما يكون في مكانه، لكن المشكله استخدامه مثلا مع فيروس، او ان احنا نوقفه بدري قبل ما الطفل يكمل الكورس بتاع المضاد الحيوي بتاعه، او نغير المضاد الحيوي من غير سبب، او الاحتفاظ بمضاد حيوي فتره اكتر من اللي المفروض يتشال فيها. كل ده ممكن يسبب مقاومه بكتيريه تخلي الطفل بعد كده اختياره للمضاد الحيوي صعب جدا، اسهال، ضعف مناعه، او مشاكل على المدى البعيد. ما هي مش كل حراره ولا كل دور برد محتاج مضاد حيوي. بما اننا بنتكلم بقى على البرد وادويه الحراره والكحه والمضادات الحيويه، كمان عايز اتكلم على نقط الانف وبخاختها. نقط الانف اللي هي بتفتح التنفس دي، اللي هي بتعالج الاحتقان بتاع الانف، مفيده جدا، ولكن لازم تبقى الفترات قصيره، لان استخدامها على فترات طويله ممكن يسبب اعتماد الطفل عليها، او انسداد مزمن، او مشكله اكبر في الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف اكبر من دور البرد نفسه. واخيرا طبعا ما ينفعش نتكلم على كل الادويه دي من غير ما نتكلم على الفيتامينات. الفيتامينات بقى سواء فيتامين د، الحديد، الفيتامينات المتعدده، المالتي فيتامينز، هي مهمه، ايوه طبعا مهمه، ولكن استخدامها من غير سبب طبي او بجرعات زياده ممكن يسبب قيء، امساك، مشاكل في الكلى، او حتى تسمم من الفيتامين نفسه. الفيتامين ده في الاخر يا جماعه، والمالتي فيتامينز دي علاج، ما هياش حلويات. لازم الدكتور هو اللي ينصح بيها وينصحنا بجرعات معينه. يعني يا جماعه القاعده العامه اللي انا عايز اقولها ان الدواء ما ينفعش يستخدم للطفل الا لو في تشخيص واضح، في هدف محدد من الدواء ده، في جرعه صح، وفي متابعه امتى نوقف الدواء ده، مش علشان نجرب ولا عشان نطمن ولا عشان نخلص من الدور ده. في النهايه يا جماعه ادويه الاطفال مهمه، ولكن الوعي باستخدامها اهم. مش كل عرض محتاج دواء، مش كل دواء محتاج استعجال، واحيانا احسن علاج هو ان احنا نروح للدكتور يتابعنا صح، وممكن الدكتور ما يكتب لناش علاج اصلا. لو الحلقه دي فادتكم شاركوها مع اي اب واي ام عندهم صيدليه صغيره في البيت، واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر دواء كنتوا قلقانين وانتوا بتستخدموه لابنكم او لبنتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصلكم حلقاتنا الجديده اول باول. انا دكتور يوسف، ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.